السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. زيزي بنك عدت كل الحدود، مش هاممها اي حد، ومنزله ستوري متصوره فيها مع عم عيالها وهي مأنججاه. وقنوات النقد ما يعلم بيها الا ربنا، دي مش قنوات نقد، دي قنوات يعني انا مش عارفه انتوا بتستحلوا ازاي الفلوس اللي انتوا بتاخدوها. سمعت قناه نقد بتقول لها انت صدرك ناقص له شويه ولازق في الراجل اللي انت جنباه. راجل ده عم عيالها، ما انججاه ولا لازقه فيه ولا حاجه يا جماعه. دي واحده بتقول له كل سنه وانت طيب يا عم العيال، وشكله عيل صغير يعني مش مكملش، يعني ممكن يكون 20 25 سنه ايا كان يعني يا جماعه. اكيد ما فيش نيه وحشه، لا دي متصوره ولابسه الفستان بتاع عيد ميلادها ولازقه فيه وصدر. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ في قنوات نقد عايزه الحرق، عايزين الحرق. زيزي ست محترمة، عكس ما قالوا لا ده انت طالعة من بيت مش عارف ايه. والله العظيم الله يكون في عونكم وعون عيالكم بالفلوس اللي انتوا بتأكلوها لعيالكم، الله يكون في عونكم بجد والله العظيم. زيزي دي ست جدعة، ست محترمة، وانا ما بمسحش كوخ، انا بقول الحق. انا استفزيت من التعليق ان قاعدة لازقة فيه ومش قاعدة لازقة فيه. لازقة فيه ايه ده؟ اولا مش لازقة فيه، والستوري باين قوي انها حاطة ايديها في ايده ومتصورة معاه زي اخوها. ده زيزي والله العظيم ممكن تكون معتبراه ابنها. ربنا يهديكوا بجد. نخش على الحاجة التانية بقى النهاردة. أخيرا دودو تشانل نزلتنا السيشن بتاعها. وطبعا دودو كالعادة سبحان الله يا ربي، فستان عيد الميلاد ضاع منها في التوك توك. ركبت التوك توك مع العيال ودوشة العيال، راح ضاع منها لدرجة ان هي في الفيديو بتاع عيد الميلاد كانت بتقول للعيال وديتهم الحضانة عشان اروح اعمل السيشن واقضي وقتي. وطبعا كانت من الصبح لحد بالليل، فغالبا حد جابهم من الحضانة وداهم لستهم عشان الفستان ما يضيعش تاني. ولكن هي جابت فستان جديد او اجرت الله اعلم، ولكن اسود بلالين سودا 27 سودا. ليه يا ست دودو؟ هو احنا ناقصين سواد يا بنتي؟ يا بنتي ده عيد ميلاد، بداية سنة سعيدة، بداية سنة جميلة. ايه لازمة السواد يما؟ يما احنا خلاص اكتفينا سواد، مفيش داعي للسواد دوت وطبعا كانت كاتبة عنوان انا كنت لازم افرح، كنت لازم اعمل. فطبعا اتخضينا، قلنا بس يبقى في كارثة لا قدر الله. دخلنا لقيناها بتحكي عن محمد وبتقول لا الدنيا تمام، وخرجنا وفسحنا. معلش حبيبتي، فداكي وفدا اولادك، ربنا يا رب يعافيكي ويكرمك ويخليكي لاولادك. هنخش في الحاجة التانية، وهي صدفة جاد قالت منكم لله، منك لله كنت سبب طلاقي من جوزي. صدفة بدأت تستعمل عناوين تشد بيها الناس، ولكن هي مش مستنية او اكيد مش قصدها تشد الناس. صدفة نار على علم يعني، ولكن هي اتكلمت في موضوع فعلا عندها حق فيه. ان في قنوات وفي صفحات على الفيسبوك دلوقتي يقول لك احنا بنمشي البيت ب10 جنيه في اليوم، تعالى امشيك ب15 جنيه. ازاي؟ ده اقل حاجه في الفول ب10 جنيه. حتى سالت ام وليد، بس انا زعلت منك يا صدفه لما قلتي انا هسال ام وليد اللي هي معدومه الدخل، اللي هي ما عندهاش دخل اساسا. مش حلوه منك يا صدفه، ما كانش المفروض ان انت تقولي حاجه زي كده. قالت لا ده احنا بنفطر مش عارفه بكام، المهم حسبوا لقوا نفسهم دخلوا في 750 جنيه. انا ايدت صدفه في ان في قنوات فعلا يقول لك احنا ماشيين الشهر ب 2000 جنيه، او تعالوا انا مشيت الاسبوع ب 1000 جنيه. انا مش عارفه ده بيجيبوا منين. يمكن الطماطم عندهم بتبقى ب10 جنيه الكيلو. ده كانت ايام الواحد كان يروح يشتري 5 كيلو ويفرزهم. الله المستعان ويسترها علينا يا رب العالمين، امين يا رب. هدى نازله ب استوريهات على الانستجرام، عماله كاتبه ان انا ان انا كفايه، انا نفسي، انا مش عارف ايه، انا السلام النفسي، انا ما فيش حد بتعامله حلو الا لما يقابلك معامله وحشه، اللي هي ايه تبكي على الاطلال. ففي ايه يا هدى؟ الله اعلم. طبعا ثابت الموضوع للناس اللي هو ايه انتوا افترضوا، انتوا حسوا، انتوا شوفوا. ما كانش فيه داعي ان انت تنزلي ستوريهات زي كده يا هدى. ليه؟ لان الناس اكيد هتفهم ان انت في مشكلة بينك وبين احمد جوزك. ما كانش يعني احنا في عرض النبي، يعني ما فيش داعي انك انت كنتي تعملي الموضوع ده او تتكلمي في الموضوع ده.
لان يا اما في مشكله بينك وبين اخواتك، يا اما في مشكله بينك وبين احمد. وبعد كده لما تدي فرصه لقنوات النقد اللي ما يعلم بها الا ربنا يخشوا يقولوا فيكي كلام مش حلو، يبقى ساعتها نقعد نقول ايه؟ ده انتوا قنوات نقص، ده انتوا فيكوا، ده انتوا عليكم. يا بنت الناس، حتى لو في مشكله بينك وبين اهلك او بينك وبين جوزك، الافضل ان انتي ما تحكيش، ما تتكلميش، ما تقوليش. بصي كام ايش، ما فيش اي حاجة يعني. مش لازم نشد الناس ونبين لهم ان احنا في اذى واحنا مش عارف ايه. ده الافضل ان لا، لا ما كانش لازم ان انت تعملي حاجة زي كده. ولكن احنا نقدر نقولك ان ربنا يا رب يكتب لك كل خير ويبعد عنك كل شر، امين يا رب العالمين، ويوعدك بالذرية الصالحة يا هدى يا بنت فاطمة. يكرمك يا رب. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا باي باي.